ويبدأ ثابت صراع من نوع آخر، صراع الجسد مع المرض، ويخوض جولة ورا جولة وتحدي ورا تحدي، وتتسلل الدراما علشان تكون شريك رئيسي في حياته. تولى مسؤولية في النادي الأهلي مرة أخرى كمدير كورة. النادي الأهلي بعته فرنسا، عمل كشف وكده، فثبت إنه هو مصاب بالمرض الخبيث يعني. اتفقت انا وكابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير ومحمد عبد الوهاب ان احنا نروح نزور ثابت البطل في فرنسا، ورحنا على المستشفى. انا لما الباب اتفتح وهو شافنا قام من على السرير، انا ما عرفتوش، اقسم بالله ما عرفته. كان في حاله هزيله جدا جدا جدا، وكان يعني ضعيف جدا، انا ما عرفتوش. انما تشوف فيه دايما التحدي والقوه والرضا والقناعه وراضي بقضاء ربنا بكل حاجه. فدي حاجات كلها مميزات الصراحه، يعني مش موجوده في اي بني ادم غير ثابت البطل. كابتن ثابت كان في عز تعبه وفي عز مرضه، كان هو مدير كوره، كان مصمم انه يبقى موجود مع الفرقه، موجود في المعسكرات، موجود في الماتشات، لدرجه ان مستر جوزيه كان هو المدير الفني وقتها، كان بيحاول كتير جدا ان هو طب ريح، طب ما تجيش الماتشات، طب باش معسكرات. كان قوي جدا حتى في مرضه. أنا كنت في الفترة دي موجود في الكويت، كنت بدرب النادي العربي. صادف مرة إنه النادي الأهلي كان جاي يلعب في مباراة اعتزال، وكان ثابت البطل هو مدير الكورة. فرحت أزور النادي الأهلي، خرجت من الزيارة وأنا أبكي، لأن كان أول مرة أشوف ثابت البطل بعد مدة طويلة وبعد ما تمكن منه المرض. لما اتقابلنا وحضنته ما لقيتش حاجة، كان حاطط بطانية. أول مرة أحس بقسوة المرض، أول مرة أحس بالمعاناة اللي هو بيعاني فيها. أنا كنت بقعد معاه يمكن في الأوضة بعد التمرين ساعتين، يلبس ويحاول يبان بشكل طبيعي، لأنه في الآخر يعني خس خالص خالص خالص، بقى يمكن 30 كيلو ولا 35 كيلو، لكنه عايز يبان للناس انه ثابت الشخصية الكبيرة العظيمة. كان يلبس حاجات تقيلة كتير عشان يعني جسمه يبقى معقول، يعني لما بيبقى ماشي في الشارع. يدخل الأهلي معسكر للقاء الزمالك، تدريب واستعداد وجلسات. الجميع الآن مشغول على ثابت، لكن ثابت مشغول بالأهلي. كان تعبان جدا، كنا احنا بنقول له حتى كابتن ثابت يعني شكلك تعبان، يعني حاول تريح. فكان بيقول دايما راحتي جوه النادي الاهلي. بيرفض ان هو ما يبقاش موجود 10 ساعات في اليوم، بيرفض ان هو ما يتابعش كل النقاط بنفسه، بيرفض ان هو ما يبقاش موجود في كل المسؤوليات اللي هي من اختصاص مدير الكرة، بالرغم من التعب الكبير اللي كان يعني موجود وقتها. مباراة اهلي وزمالك اساسا بتبقى مباراة مشدودة، والناس كلها عارفة الاهلي والزمالك بتبقى المباراة عاملة ازاي. فما بالك اللي احنا شايفين الله يرحمه تقريبا يعني بيتوفى قدامنا كلنا، يعني الامور بتسوء من يوم للتاني. فترة كانت صعبة عليه جدا، وكلنا بنقول له، ما حدش فينا ما بيقولش. كل الناس اللي موجودة في المعسكر من اول مستر مانويل جوزيه لغاية كابتن احمد ناجي، كل اللاعبين اللي موجودين في المعسكر واللي بره المعسكر ما بنقولوش غير حاجة واحدة بس: يا كابتن ثابت حضرتك روح ان شاء الله هنفرحك بعد الماتش وكلنا نجيلك ونقعد معاك. يقول لك لا انا مش هروح، انا هكمل. Esteve no banco comigo كان موجود معايا على até الدكة ao fim, لغاية الآخر، até 2 dias antes de falecer. لغاية قبل يومين من Eu وفاته. disse para ele ficar em casa. أنا قلت para له não ir يقعد para في casa, البيت، ما يجيش para não ir para o jogo. المعسكر، ما يجيش الماتش. اليوم اللي قبل المباراة ما بيبقاش عندنا شغل، وهو كان تعبان، وجبنا وش الأتوبيس كده في اتجاه الملعب عشان نقعد نتفرج على المعد البدني، يعني يبقى
بيشتغل ومستر فيدالجو، واحنا قاعدين نتفرج وهو حالته صعبة جدا جدا جدا، وانا بتحايل عليه هاخدك اروحك، قال ما مش الكلام ده. وشوية يعني يرجع ويرجع تاني لمكانه. هيلاعب الزمالك، مدير الكورة وبيسأل على كل حاجة وبيجهز كل حاجة وبيرتب كل حاجة، وكأن مفيش عيا ولا كأن في أي حاجة. رايح أبو تريكة لثابت البطل، لثابت البطل مدير الكرة العظيم، ربنا يشفيه ثابت البطل. ثابت البطل حقيقة تحمل آلام عظيمة جدا جدا زي ما سمعنا وقرينا وتابعنا. الماتش ده تحديدا الكابتن ثابت الله يرحمه كان تعبان جدا، وكان ملفوف ببطانيه وقاعد في الدكه، وكل ما اجي افتكر الموضوع ده الحقيقه ببقى يعني حزين وسعيد. سعيد لانه قد ايه انت بتحب النادي بتاعك او بتعلم الناس ان هي تحب النادي بتاعك لغايه اخر وقت في حياتك في عمرك، وفي نفس الوقت بتعلم الناس يعني ايه، او الشباب اللي في الجيل ده اللي بيتفرج على كابتن ثابت الله يرحمه في الوقت ده، او اللي بيسمع القصه دي دلوقتي، يتعلم ان الاجتهاد في العمل حتى لو انت تعبان بيوديك لمراحل تانية خالص، وربنا بيوفقك وبتعمل حاجات كتيره جدا من خلال الاجتهاد في العمل. كان قاعد جنبنا بالبطانيه ونغطي فيه بالبطانيه. كسبنا الماتش واتبسطنا وفرحنا وكلنا رحنا فرحنا معاه، وابو تريكه راح بس دماغه بعد الهدف اللي جابه، كلنا رحنا حضناه وبوسناه بعد الماتش، وكانت تقريبا الوداع الاخير مع كابتن ثابت البطل. افتكر بس اخر كلمه مع ثابت، اخر كلمه قلت له: ثابت احنا ربنا كرمنا 3-0. قال لي: احمد كله محصل بعض. خلاص. روح مات ورحنا للمستشفى. كان طلب مني ان انا بطل سجاير، فتحت عليه قلت له: انا بطلت سجاير يا ثابت خلاص. كانت اخر حاجه قلتها. رحمه الله عليه. انا شفت جنازتين في حياتي كانوا بالنسبه لي صعبين جدا، جنازه الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وجنازه الله يرحمه كابتن ثابت البطل. انا من الايام اللي بكيت فيها هو وفاه كابتن ثابت، زي ما بكيت في يوم وفاه والدي. الله يرحم الاثنين، الله يرحم الاثنين، والله يرحم كابتن ثابت ويغفر له ويسامحه. مشهد مهيب، كل الناس تواجدوا في ذلك الوقت، فكانت كل الحقيقه الناس الموجوده كلها يعني حريصه انها تودع هذا الرجل في ذلك اليوم. وانا حزنت على ثابت البطل حزن شديد جدا جدا جدا. ثابت البطل ما يتعوضش، كان كل الناس بتحبه، حتى لما حب ثابت البطل ما كرهش ثابت البطل. كانت صدمه بالنسبه لنا وبالنسبه للحمديه كلها وبالنسبه للاهلاويه كلهم يعني. كان عزيز علينا كلنا، وانا بعزي الكابتن حسن حمدي قال كلمه بترن في ودني لحد النهارده، بقول له: البقاء لله في الكابتن ثابت يا كابتن حسن. قال لي: اغلى الناس، اغلى الناس، اعز الناس. الله يرحمه ساب فراغ كبير جدا بعد ما توفى كصديق وكلاعب في النادي الاهلي، او كان كابتن برضه النادي الاهلي، فالواحد بيعتز بالفتره بتاعت الكابتن ثابت ديت. هو مات على رجله زي الشجر، توفى على رجله زي الشجر ما بيتوفى على رجله، والكابتن ثابت توفى وهو على رجله برضه، فهو كان راجل لغايه اخر لحظه. ثابت البطل
من حبه للنادي. الله يرحمه توفى جوه الملعب، الراجل الله يرحمه من الحاجات اللي لما تمر كده في حياتك حاجات قليله، راجل وجدع وما عمره ما طلب حاجه من النادي الاهلي، وعمره ما طلب اي مقابل. الناس اللي زي دي ما تتنسيش، الناس اللي زي دي لازم تبقى قدوه للي جاي. واحد من الرموز الكبيرة جدا في النادي الأهلي، وسيظل دائما اسمه مخلد في وسطنا. ما شفتش في حياتي رجولة ولا عظمة ولا احترام زي كابتن ثابت البطل. نموذج تدي ظهرك للمسؤوليه في وجود الكابتن ثابت. رمز مدير الكوره على مستوى العالم العربي. لما اشتغل في النادي الاهلي كان قدوه، ولما لعب في النادي الاهلي كان قدوه. حقيقته تفتخروا بيها كاهلاويه ونفتخر بيها كمصريين. عاش بطل ومات بطل.